راحت قالت له على حسب الزباين ممكن اعمل 500 يورو وفي اليوم الحلو اعمل 1000 يورو. بعد كده فرانس قال لها انا مش متجوز وعايش لوحدي وعندي فلوس كتيره جدا، وعرفها ان فاس لي نصيب. ساعتها فرانس عرض عليها عرض مغري جدا ان تعيش معاه شهر في البيت في مقابل 100,000 يورو ونتعامل كاننا متجوزين. راحت دانييلا قالت له ما تتجوز. ساعتها فرانس عرفها انه مريض بالقلب وهيموت بعد ايام، لكن نفسه يجرب الحياه الزوجيه. ساعتها دانييلا اتصدمت من الرقم اللي قاله وكانت فاكراه بيكذب عليها لان شكله معهوش اي حاجه. بعد كده بيتكلموا بره البار ودانييلا قررت انها تمشي معاه وتصدق كلامه، لكن طلبت منه كام طلب قبل ما تركب العربيه. اول حاجه انه يعاملها باحترام وكمان ما يتغباش عليها، وساعتها فرانس وافق. وقبل ما يتحركوا طلبت منه كمان مبلغ من المال عشان تبين صدق كلامه، وفعلا برضه فرانس بيديها مبلغ كبير من المال. ساعتها دانييلا فرحت جدا وركبت معاه العربيه وراحوا يجيبوا الشنط بتاعتها من البيت. فجاه فرانك وهو طالع على السلم بيتعب جدا ويجي على الارض. ساعتها كان بيشكي من قلبه ودانييلا راحت عنده عشان تطمن عليه. بعد